لرمضان هذا العام في يصيد شمال نابلس بهجة مختلفة، فالحياة عادت إلى هذا المسجد منذ بداية الشهر الحالي بعد 266 عاما لم تقم الصلاة فيه. زلزال تسبب في العام 1750 ميلادية بهدمه، وبقي على ذلك الحال حتى بدأت العام الماضي لجنة إعماره بإعادة ترميمه. عملنا تصاميم يعني تليق بالمسجد وتعيد إلى ما كان، بحيث أن التصميم ما يهدم الجزء الموجود إنما يبني عليه ويعيد إلى ما كان عليه. عاد مسجد المشاق القديم إلى أقرب صورة لما كان عليه قبل 600 عام، حيث كان آخر تجديد له. استخدم في إعادة الترميم 1000 متر من الحجر القديم الذي استطاعت اللجنة توفيره، لكنها لم تكفي لكامل البناء، فاستخدم الحجر الجديد أيضا. المسجد قبته أمامية تشبه قبة المسجد الأقصى، اجتهدنا أن تكون نفس اللون، فهي لون رصاصي. المئذنة هي مئذنة مملوكية مربعة نفس نظام المآذن المملوكية، ولكن مع الأسف يعني أكثر الحجر القديم الذي يصلح للبناء بقياساته يتم سرقته إلى داخل الكيان الصهيوني، فما وجدناه هو فقط 1000 متر مربع من الحجر القديم. لا يعرف موعد محدد لتاريخ بناء المسجد، لكن التقديرات تشير إلى أن عمره أكثر من 1100 عام، ولذا تكتسب إعادة ترميمه كما كان أهمية خاصة لكونه أحد أقدم المساجد في فلسطين. خبراء الآثار اللي أجوا عندنا هنا وإحنا بدنا نعمر فيه يعني رجحوا انه يكون تاريخه يكون ثاني مسجد يعني بعد الاقصى، يعني من او بحقبه مسجد الاقصى انه انبنى هذا المسجد، يعني قديم جدا. أعيد ترميم المسجد بتكلفة فاقت 400 ألف دولار، كلها جمعت من أهالي قرية يصيد ورجال أعمال ودون دعم من مؤسسات رسمية أو غير رسمية. فالمسجد بقي مهملا طيلة تلك السنوات رغم أهميته التاريخية. يطالب أهالي يصيد بتعيين إمام ومؤذن للمسجد كمساهمة من وزارة الأوقاف بإعماره، وتسعى اللجنة لاستكمال البناء لإرفاق مصلى للنساء بالمسجد مكان مدرسة كانت هنا. لم تقم الصلاة في هذا المسجد لأكثر من 260 عاما إثر زلزال هدمه، لكن ها هم أهالي قرية يصيد يعيدون بناءه بأموالهم ودون مساعدة مؤسسات رسمية أو غير رسمية، ويعيدون إعماره بالصلاة. جهاد بركات من قرية يصيد، قضاء نابلس، فلسطين المحتلة.